انت عارف ان الطبيعة الام ليها تأثير مباشر على الاستثمار بتاعك. يعني ببساطة المكان دايما بيفرض نفسه، وشفنا ده زمان لما ابتدينا نشتري في اسكندرية وفي الساحل عشان البحر، والمعادي وجاردن سيتي والزمالك عشان الفيو بتاع النيل. وعلى سيرة الزمالك خلينا اديك اكزامبل صغير قوي. زمان الزمالك كانت عبارة عن شوية عشش للصيادين على نهر النيل، ولما البشوات جم وسكنوا هناك وخططوها صح قيمة الارض ارتفعت بشكل خيالي، وبقت واحدة من اغلى واهم المناطق في مصر على مدار قرن كامل من الزمان، واستثمارها بقى مضمون. نفس السيناريو بيتكرر دلوقتي في جريان في زايد الجديد، مشروع اقدر اقول عليه ان هو واحد من اهم المشاريع اللي هتتعمل في مصر خلال السنين اللي جايه. المشروع على مساحه 30,000 فدان، وماونتن فيو بدات فيه بالمرحله الاولى، واقوى نقطه عندهم ان نهر النيل هيعدي من قلب المدينه، وده لوحده كفيل انه يغير شكل الاستثمار في المنطقه كلها. ماونتن فيو جريان مش مشروع عادي، ده مجتمع متكامل بفكر جديد و7 مشاريع مختلفه تماما، واللي بدا اصلا تنفيذها من 6 شهور فاتوا. هتلاقي حواليك ريبليكا للزمالك وجاردن سيتي والمعادي على نهر النيل، يعني القصور والفيلات والنوادي والحدائق والداون تاون سنتر وكل حاجه، لكن بفكر وشكل جديد تماما، يعني حياه كامله واستثمار من اوله، وخصوصا مع اسم زي ماونتن فيو اللي عليه طول الوقت طلب في السوق العقاري، وبالتالي استثمار قوي او جود فاليو انفستمنت. ولو فاكر ان لسه بدري فانت بتفوت على نفسك فرصه ان انت تشوف الزمالك من اولها، بس المره دي في ماونتن فيو جريان وبس كده.